من ضمن الباقات الجميلة اللي لسه نازلة معانا النهاردة على قمر النايل سات وهي قنوات هلا. قنوات هلا باقة كاملة لسه نازلة دلوقتي على النايل سات، وهي أفلام ومسلسلات ودراما. وعرفكم التردد في الفيديو ده، ازاي تنزل التردد وازاي تقرب القناة بكل سهولة وايه هما محتوى التردد. لو لسه أول مرة تشوفني فأنا مصطفى إبراهيم، ولو مش مشترك في القناة يا ريت تنزل تشترك دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الباقة اللي موجودة قدامك ديت عليها أول قناة وهي قناة هلا دراما، معانا قناة تانية وده اللوجو بتاعها قناة هلا حكايات، ومعانا القناة التالتة وهي قناة هلا اليوم، دي من ضمن الباقة الجديدة. ومعانا قناة هلا افلام وده اللوجو الخاص بالقناة، ومعانا قناة هلا كلاسيك للافلام القديمة والمسلسلات القديمة، ومعانا قناة هلا سينما ودي اخر قناة معانا النهاردة. دي الباقة كاملة اللي موجودة قدام حضراتكم اهو. قنوات هلا 6 قنوات كاملين، 6 قنوات كاملين هنعرف ننزلهم في التردد ده ونقربهم. تابع الشرح. نخش في الشرح عشان ما اطولش على حضراتكم. الشرح اللي موجود قدامك ده شرح على رسيفر اتش دي، فيا ريت محدش يجري الفيديو ويمشي على الخطوات لحد النهايه، وانا هخليك تنزل القناه وتقربها بكل سهوله. اول حاجه بنعرفها عشان ننزل القناه بنعمل ايه؟ بنخش على المنيو، ومن هنا بيظهر عندي قائمه التركيب. قائمه التركيب اللي موجوده قدام حضرتك دي بدوس عليها اوكي، بيظهر عندي ضبط الهوائي، قائمه الاقمار الصناعيه، قائمه الترددات. بنزل على ثالث خانه وهي قائمه الترددات اللي موجوده على الرسيفر بتاعنا، علشان يظهر عندي جميع الترددات اللي موجوده على قمر النايل سات، وده معدل الترميز وده الاستقطاب بتاعنا سواء في او اتش يعني عمودي او افقي. هنركز تحت هنا هنلاقي مكتوب اضافه بالاحمر، تحرير بالاخضر، شطب باللون الاصفر، بحث باللون الازرق. طب الالوان دي موجوده فين؟ موجوده قدامك اهي في الريموت بالترتيب احمر اخضر اصفر ازرق. هنعمل اضافه بالزرار الاحمر، هيظهر عندي هنا اضافه مرسل او اضافه تردد جديد. هنكتب التردد الخاص بالباقه النهارده وهو 11680 11680. وبننزل هنا على معدل الترميز بنكتب 27500، والاستقطاب بنخليه زي ما هو عمودي او في او فيرتيكال او رأسي زي ما الريسيفر بتاعك كاتبها بالظبط. هندوس اوكي، هيقول لي ان التردد موجود وبينقلك على مكان التردد، لان التردد انا ضايفه على الريسيفر. ويرجح طبعا ان اللي يكون عندك ريسيفر اتش دي عشان تستمتع بجميع القنوات اللي موجودة على التردد ده. بعد كده بدوس اوكي، بيديني علامة صح، بيظهر عندي اللي هو علامة صح زي ما حضراتكم شايفين، وبتجيلي رسالة البحث اللي موجودة دي بالزرار الازرق. هنضغط ضغطة واحدة على الزرار الازرق اللي موجود هنا ده، هيظهر لي قائمة البحث. ما بغيرش اي حاجة في الاعدادات غير ان انا بدوس اوكي. اول ما بدوس اوكي مبروك علينا، التردد بينزل كامل زي ما حضراتكم شايفين، وبينزل لي 42 قناة منوعات، بس انا يهمني القناة اللي انا عامل الفيديو عشانها. بعد ما انزل التردد هتجيلي رسالة حفظ نتيجة البحث تأكيد، بدوس نعم. اول ما بدوس نعم اوتوماتيك على طول بلاقي الريسيفر خرجني بره زي ما حضراتكم شايفين، والقنوات بتنزل في اخر البند طالما هي مش موجوده عندك، يعني في اخر قائمه القنوات. طيب بعد ما نزلنا القناه عايزين نعرف بقى ازاي نقربها. هنشوف القناه اللي احنا عايزين ننقلها وهنخش تاني على المنيو. بيظهر عندي هنا قائمه القناه، قائمة القناة بدوس عليها اوكي، بيظهر عندي ادارة القنوات بدوس عليها اوكي، ومن هنا بختار القناة اللي انا عايز انقلها. نفترض ان احنا عندنا في الفيديو في القناه ديت موجود عندنا قنوات بيروت، عندنا قنوات دولي، قنوات هلا، كل ديت باقات قنوات كيو اللي هو دراما وافلام. فاختار القناه اللي انا عايز انقلها. نفترض ان انا عايز انقل قناه كيو، بدوس عليها اوكي، بيديني علامه صح على القناتين اللي انا حددتهم، وبروح المكان اللي انا عايز انقلهم فيه. نفترض ان انا عايز انقلهم على رقم 1 رقم 10 رقم 100، بقف في المكان اللي انا عايز انقلهم فيه اهو، وبدوس هنا كاتب لي حرك بالزرار الاصفر. الزرار الاصفر اتفقنا موجود قدامك في الريموت، هنضغط ضغطه واحده عليه علشان يظهر عندي القايمه هنا زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. بعد كده بدوس اكزيت، بيكتب لي حفظ البيانات، وبخرج بره عشان اتاكد بلاقي القناه اللي انا نقلتها بقت في المكان المحدد بالظبط. وبكده وصلت معاكم لاخر الفيديو. يا رب الشرح يكون عجبكم، وما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي استفسار سيبولي في التعليقات وانا هرد عليكم بنفسي. وطبعا لو وصلت معانا لاخر الفيديو هنا يا ريت تدعمنا بشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس وتخلي غيرك يستفيد. وعطر لنا يلا التعليقات بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كان معكم مصطفى ابراهيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.